في حدود الساعة 11 صباحا قرابة 200 شخص في ساحة الزيتون بقلب مدينة زيوزو، وقاموا بالإفطار جماعيا علنا. تناولوا سندويشات، المياه المعدنية والمشروبات الغازية وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي وزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير، وقد أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى الحركة وعاد لنا بالتالي. Écoute, attends, l'aéroport d'Alger, véromine, par respect, tu ramènes à la table de Nest, c'est par respect à notre religion, à l'islam. Nous connaissons زعما بلاد ديال القبائل زيك زكويرن كونتر الاسلام نو تاكي سي ان نو سورا جامي توليري لا تيزيوز زيك تيزيوز تاع كاين اللي متبقر عند الغاشي الناس مام يتشارم شويه لكن هذيك انا بون سونتي مام يبغى هذه كيف هذه يسوي شوازي يسيزون هذه اختار نضروا ايزولي هذه راح هذيك ثورتنا شوالا كذا وكنسى حسب انت كل ربي سبحانه ثوراني كاخذ من هكا تمزور خصنا مليح ماشي لا ناس خصنا من القبائل لا ناس خصنا دين الاسلام لا ناس خصنا كلشي لا ديون نفيتنا ثم قراحه نتاع ديك كمل اشو ان شاء الله نديه ضربي اللي كاس نطلب. الجدير بالذكر أن أغلب المتجمهرين هم من المغتربين بفرنسا والذين يلتحقون بتيزي وزو صيفا، وقد تبرأ منهم سكان ولاية تيزي وزو. تبرأوا من هؤلاء مؤكدين أنهم باتوا يعرفون جيدا هذه المخططات القادمة من وراء البحار والتي تهدف لتصوير الولاية على أنها مدينة لانتهاك حرمات الأخلاق والدين وبالخصوص في شهر رمضان المعظم، مؤكدين أن الولاية هي مدينة الشيوخ والعلماء وحفظة القرآن ولا يمكن لمجموعة متكونة من 200 شخص أن تسيء لولاية سكانها أكثر